ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ نورتوني في قناه يوميات الشيف اميره. النهارده هعمل لكم وصفه جميله وحلوه قوي. طبعا هي الاكله دي محببه لقلبي قوي لان والدتي الله يرحمها هي اللي كانت بتعمله. فالاكله دي اللي هي طاجن الرز الفلاحي المعمر، بس بتضيف عليه حاجات بتخلي ريحتها جميله وخطيره. هتعرفوها معانا دلوقتي هنعمل ايه. متنسوش طبعا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا اهم حاجه الصلاه على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا هنجيب الطاجن زي ما انتم شايفينه كده. الطاجن نفسه ما بتعملوا فيه بصراحه الاكل بيطلع طعمه خطير وجميل قوي. هنحط بقى فيها الزبده في الارضيه هنا عشان ايه الاكل ما يلزقش تحت او يتحرق او يعمل طبقه مش حلوه تحت، فبتعمل عايزه يعني. فهناخد الزبده ونحطها تحت في الطاجن ونفرشها في الطاجن كده زي ما انتم شايفينه كده، وهندهن بيه الطاجن كله زي ما انتم شايفينه كده. كده زي ما انتم شايفينه تدهنوا بقى فوق وتحت كده اهو كده عشان ما فيش حاجه تلزق فيه. هي الزبده ايه يعني هيبقى فيها حتت وكده بس مش هتاثر عليها لان في الاخر لما تخش الفرن هتسيح. فهندهن الطاجن كله فوق وتحت كده. هي ساحت مش محتاجه يعني تحطيها على النار وتسيحيها. فاهي شايفينها كده. ايه رايكم كده ايه ساحت فيها. اهم حاجه الرز طبعا احنا جايبينه وغسلينه ونعينه في الميه. تنقعيه 5 دقايق او 10 دقايق لو هو ايه الرز فلاحي، يعني بتنقعيه يعني زي 5 دقايق او 10 دقايق. او الرز العادي برضو المهم عشان يطلع يبقى في الاخر تطلع معاك الرز طريه متبقاش ناشفه، او تبقى واحده وواحده يعني بتساعدك على ان هو يبقى مستوي وطري اكتر. زي ما انتم شايفين هنصفيه بقى من الميه. طبعا ادي الرز اهو. طبعا بعد ما نقعناه 5 دقايق او 10 دقايق صفينا الرز. هناخد الزبده ونحطها على الرز وندخلهم كلهم في بعضيهم كده عشان خاطر يطلع معاك الرز مفلفل، وتحطي كمان شويه زيت. هتشوفوا معانا هنعمل ازاي. فطبعا احنا بناخد الزبده كده مع بعض. طبعا ممكن تعملي بايدك وممكن بالمعلقه يعني عشان ايه كله يدخل في قلبيه الزبده كده. لازم كله يدخل في بعضه زبده وبعد كده هنحط شويه زيت عشان يفلفل معاكي زي ما انتم شايفين. بناخد بقى بعد ما دهناه كله زبده ودخل فيه الزبده وقلبناه ببعضه، بناخد بقى معلقه زيت كده ونرششها كده على الوش زي ما انتم شايفين. هنقلبه بقى ببعضه كده بعد ما حطينا عليه معلقه الزيت عشان يبقى مفلفل مع بعض كده ما يبقاش متماسك، وهيبقى يديكي طعم كمان جميل قوي خطير. فهنقلبه ببعض تاني وهتشوفوا كله دخل في بعضه. طبعا احنا مسكنا الطاجن مسكناه ودهناه زي ما انتم شايفينه كده زبده في كله بالفرشه، وبعد كده عملنا رز زي ما انتم شايفينه غسلناه وصفيناه وحطينا عليه الزبده وحطينا معلقه الزيت ودخلناه وقلبناه كله ببعضه بعد ما صفيناه من الميه. هننزله بقى فين؟ في الطاجن. ننزله مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده كله زبده غرقان زبده ومقلبينه ومدخلينه كله ببعض. صدقوني الاكله دي جميله وخطيره جدا وريحتها فظيعه يعني. بصي ريحتها جامده قلب البيت كله، خصوصا بالطريقه اللي والدتي يعني عملتها بيها كانت جميله. بصي يا حبايبي احنا حطينا الرز بعد ما عملناه دخلنا فيه الزبده والزيت وكله زي ما انتم شفتوا يعني عملناه ازاي، وبعد كده حطيناه في الطاجن كده زي ما انتم شايفينه. مش هنملى بقى الطاجن على الاخر كده من هنا، لا يبقى فيه فراغ عشان لما يدخل الفرن الرز طبعا انتوا عارفين بيعلى فما يطلعش بره البتاع، ممكن ينزل يعني في الفرن يعني يتحرق او يعمل ريحه مش حلوه. فبتسيبي فراغ كده زي ما انتم شايفين الحبه دول، على اساس وكمان لسه هتحطي اللبن وتحطي الحاجه كمان هتشوفوا هنعمل ايه. هنجيب بقى اللي هي التكه اللي والدتي كانت بتعملها على طول في رز المعمر الفلاحي. فكان لو عندك فراخ فكانت بتركن بصراحه زمان انا بعمل زيها يعني. فعندك طبعا حاجه الفراخ كبده قوانص الحاجه بتاعتها اللي هي من جوه، حتى الرقبه انا مقطعاها بصوا ازاي، فعاملاها حتت صغيره كده. فكلها بصي عامله ازاي بتعمل لك وجبه يعني بابسط حاجه. انت عملتي الفرخه الحاجه الرفيعه دي هحطها فين؟ في الطاجن. فهنشرها في الطاجن كده احطها واغرزها تحت عشان ايه تستوى وتدي طعم للرز. بصراحه تدي طعم خطير. هو رز الفلاحي بيبقى جميل بس ده كمان بتخليه احلى وريحته احلى. ماشي يعني انت ما عندكيش لحوم او ما عندكيش حاجه فانت بتحطي فيها الحاجات الرفيعه دي بتاعت الفراخ بتديها طعم خطير. دخلت كلها
اللبن اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنزلها كمان تحت عشان تستوي ما تبقاش ايه من على الوش اهو. وبعد كده نسويها، هنغطيها بقى ايه اخر حاجه بالايه باللبن. هاتي بقى اللبن كده زي ما انتم شايفينه. اللبن بقى ما تجيبوش من التلاجة تحطيه، لا لازم يكون سخن، لا اما تغليه لا اما يكون قرب على الغلو، يعني المهم يبقى سخن عشان يسوي الرز، ما يبقاش بارد مع الرز ما بيعملش حاجه، لكن ده بيسويه بيديله كمان ريحه وطعم احلى. فهننزل بقى ايه اللبن عليها في الاخر اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى اللبن زي ما انتم شايفين كده. طبعا الرز الفلاحي المعمر الجميل اللي ريحته جميله، ده غير التكه بقى بتاعت والدتي كده الله يرحمها، لما تحط حاجه الفراخ اللي هي الكبده والقوانص والحاجات الحلوه كلها. هنحط بقى ايه اللبن كله كده اهو، بس سخن كمان مش بارد كده، عشان خاطر الرز من جوه يدخل فيه اللبن السخن ده، فيسوي اللبن يخليه جميل. انا كنت حاطه اهو، بصوا القشطه كنت حاطه في اللبن قشطه، شايفينه؟ فالقشطه دي برده بتديله على الوش كده حاجه خطيره حاجه جميله. فطبعا هنا حطينا بقى اللبن وهو طبعا سخن او مغلي، تحطوه على الرز عشان يسوي شويه قبل ما يدخل الفرن. طبعا في كل ده وانت بتعملي تكوني مشغله الفرن، انا مشغلاه موطياه عشان لما يدخل اعلي النار عليه، فطبعا هيسويه بسرعه لان انت شغالاه من بدري. فدلوقتي هنحط عليه بقى الملح والبهارات بتاعته. نحط بقى الملح زي ما انتم شايفين كده اه، تبع الرغبه بقى، الملح تبع الرغبه زي ما تحبي. وهنجيب الشطه كده ونحط بقى منها، طبعا الشطه برضو زي ما بتحبي، في ناس بتحب حراق وفي ناس بتحب الشطه يعني حاجه بسيطه. هنحط ايه حاجه بسيطه كده زي ما انتم شايفين. وهندخله بقى كله كده في بعضه. طبعا انا حاطه القشطه على الوش مش عايزاها تنزل تحت، فبقلب بالراحه كده عشان بس الملح والبهارات تنزل في قلب الرز. خلاص كده هندخلها بقى ايه، احنا مولعين زي ما قلنا الفرن، فهندخلها في الفرن دلوقتي زي ما هتشوفوا، وما تطلع هتشوفي شكلها ايه. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شفتوا خطوه بخطوه معانا، وطبعا زي ما امي الله يرحمها كده عملته فاحنا عملنا زيها، وكانت بصراحه الطعم بيبقى خطير والريحه بتاعته دلوقتي خطيره. احنا دلوقتي ولعنا البوتاجاز قبلها فتره، فهدخله البوتاجاز. وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس، واهم حاجه صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هندخله بقى الفرن كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عشان كده بقول لكم ما تعملوش الرز على الاخر عشان خاطر لما يدخل، وهتحطي طبعا اللبن وكده فما يتدلدلش على الارض فيتحرق، فيعمل ريحه مش حلوه في قلب الفرن، وغير كده هو نفسه الطاجن نفسه هيتحرق. فكده زي ما انتم شايفين هنسيبه بقى ايه لحد ما يعمل الوش ويتحمر. هنعلي بقى النار عليه، احنا كنا موطيين، فهنعلي النار كده زي ما انتم شايفين، وهتشوفوا بقى شكله ما يطلع. دلوقتي بقى حبايبي بعد ما طلعنا الطاجن الرز المعمر الفلاحي من الفرن، هوريلكم بقى شكله ايه دلوقتي. شكله جميل ما شاء الله وريحته خطيره جدا. ايه رايكم؟ بس كله احمر ازاي. بصي لما عملنا فراغ بين يعني ما نملاش الرز على الاخر ان كده كده يطلع، فممكن ينزل فطبعا هيعمل هيتحرق يعني. فكده يعني بتعمله زي ما قلنا كده اقل شويه من ان كنتوا تملوه على الاخر يعني. فبصوا وشه ما شاء الله عليه جميل، حاجه جميله وريحته خطيره خطيره. فان شاء الله لو جربتوه كده هتعملوه بنفس الطريقه هتعجبكم قوي وهتعملوه على طول.